السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ جريمتنا لهذا اليوم. في بني ملال واحد المرأة ما مزوجاش، وكانت المهنة ديالها شيخة، والشيخة هي اللي كتمشي مع الشيخ. كانت شرات شي ديور وكتستغلهم في الكرا، وعندها الفلوس في البنكة. فكرات وهي تربي جوج بنيتات، وحدة عندها 9 سنين وحدة 8 سنين. كبروا هاد البنيتات ودارت لهم طبية مزيانة، وكانت قراتهم، وهاد البنات هادو بجوج تزوجوا. وحدة عطات ليها واحد الدار قريبة ليها حيتاش كان الراجل ديالها ضعيف ماديا ولكن ما كتباتهاش، والثانية تزوجات ومشات لدار الراجل ديالها، خوات عليها الدار، وهي تاخد بنيته أخرى صغيرة تولدت من علاقة غير شرعية عطاتها ليها ماماها، ومشات وتكلفات بها ورباتها وكبراتها وقراتها، وصلت حتى الجامعة. من بعد وقفت من القراية ومشات تخدم في الفارماسي. هاد السيدة هادي عندهم الدار فين ساكنين، اللي فيها السفلي كراج، وعندها الفوقي والدوزيام ايطاج، وعندها دار اخرى اللي عاطيها البنتها تسكن فيها، ودار كرياها. الدار فين ساكنه دابا هي وديك البنت عندها فيها السفلي اللي هو الكراج، كرياه المول البيشان، وهاد مول البيشان نيت كاري من عندها البروميي ايطاج، وهي راها في الدوزيام. هاد مول البيشان حسبه السيده بحال ولدها، كيتسخر ليهم، كيطلع عندهم للدار، كيتغدى معاهم، وحتى ديك البنيته حسبها بحال شي واحد من العائله. هاد السيده قبل ما تموت كتبات هاد الدار هادي فين ساكنين لهاد البنيته اللي عايشه معاها، والدار فين كاينه اختها حتى هي كتباتها ليها، والدار ديال الكرا كتباتها ليها. المهم راه كتبات ليها كلشي. البنات فوقاش شافوا بان كتبات ليها كلشي لهاد لختاهم هادي الاخرانيه اللي ربات، بقى فيهم الحال. بالحق راه ما دابزوش، بقاو خوت بيناتهم، هادي كتمشي عند هادي، هادي كتجي من عند هادي. وهاد البنت اللي كتبت ليها ماها كلشي كانت وعدات هاد اختها اللي ساكنه في واحد الدار من هاد الديور اللي خلات ماها، قالت ليها انا غنكتب لك هذيك الدار، صبري عليا غير شويه. هاد مول البيشا طمع، مشات قدم ليها باش يتزوج بها، رفضات، قالت له لا راه انت بحال شي واحد من العائله، انا ما نقدرش، ما يمكنليش نتزوج بك. دازوا الايام وتعرفت على واحد كيديها وكيجيبها، وداك مول البيشان شافها، قال ليها شكون هذا اللي كيجي عندك؟ قالت له هذا راه غيتزوج بيا، راه كيكون في الطاليان. دورها مزيان في دماغه، قال هادي غتمشي للطاليان، بلاتي نشوف شنو غندير. هو اقترح عليها، قال ليها شوف انت غتمشي للطاليان وعندك الدار اللي كتكريها، اش غديري بها؟ بيعيها. وسمعات ليه، مشات باعتها بشي 45 مليون، مشات للبنكه حطاتهم تما، هو اللي مشى معاها حيت هو اللي حتى من الدار هو اللي دبر ليها شكون غيشريها. كانت كتثق فيه، كتمشي معاه لاي بلاصه، وفوقاش ما تبغي دير شي حاجه راه كتشاور معاه. مشى معاها، حطوا الفلوس في البنكه، كان عندها شي ذهب، عاوتاني مشات داتو باعتو وكان معاها، ومشى معاها للبنكه. فوقاش كتجي شي بريه كان كيحلها، وكيحلها حداها، وكيشوف شنو فيها، كيبقى عليها شوف ها شنو كاين في هادي وها شنو كاين في هادي. واحد النهار وصلت ليها لاكارت ديال البنكه، حل ديك لاكارت وفيها الكود، قال ليها شوف ها لاكارت وهذا هو الكود، عقلي على هذا الكود. من بعد ولا كيقنعها تبيع الدار فين كاينه اختها. جربات انها تهضر مع اختها تبيعها، لا، اختها ما قداتش، اقترحت عليها واحد الثمن ماشي هو هذاك، بقى عليها هو لا وماشي ثمن وهذا، حتى دارت بناقص. واحد النهار جا عند هاد مول البيشان، جا عنده صاحبو اللي كان جزار، دابا ولا عاطيها لتاع الطاريت ولا عطار. جلسوا مع بعضياتهم وبدا كيعاود ليه، كيقول هاد مول البيشان كيعاود لهاد العطار، قال له شوف هاد البروشه هادي ورثت من عند امها الديور، راه باعت وحده ب 45 مليون، وراه حطات شي 20 مليون ديال الذهب في البنكه، ورانا مشيت معاها وشتي الكود ديال لاكارت البنكه ديالها راه عندي. قال له كون معايا راجل، راه قبل ما تمشي للطاليان، الا مشيت للطاليان راه كلشي مشى. اتفقوا بيناتهم يصفيوها ليها، اتفقوا شمن النهار وكي غيديروا، مع جلسوا مع بعضياتهم، شاوروا مزيان مع راسهم. واحد النهار هاد مول البيشان عيط ليها في التليفون، قال ليها شوف دوزي ديريكت للدار، راه كاين واحد الشاري باغي يشري. قالت له شنو غيشري؟ قال ليها الكراج اللي كاري فيه انا.
قالت له ويلي على كراج، انا راه ما غنبيع بو كراج. قال لها لا، راه شوف، راه انا دبرت على واحد البيعه وشريه وراني غنمشي، ومادام انت غتمشي للطاليان ما عندك ما ديري به، اجي بعدا تشوفي هذا السيد وشوفي الثمن اللي غيعطيك ونفكروا مع بعضياتنا. بقات عليه لا غتمشي وتخليني وكيفاش غندير. بقى عليها لا ما تخافيش، راه واخا مشيت غنبقى معاك. جات البنت شدوها وقتلوها وفصلوها طراف وحرقوا ليها حتى البصمات. مشاو جابوا واحد 300 كيلو ديال العلف ديال البهايم، قسموا داك العلف على 3 ديال الخناشي، ودوك الطروفه ديال البنت اللي قسموا وزعوهم في دوك 3 ديال الخناشي. جابوا مول الهوندا وقالوا ليه غدينا لواحد البلاصه راه كاع عندنا شي علف، راه غنديوه لشي ناس. مشاو لديك البلاصه، نزلوا خلصوا مول الهوندا، مشى فحالو ونزلوا هما. واحد فيهم حفر 3 د الحفرات اللي هو هاد مول البيشان. حلوا دوك الخنشات فين كاين ديك الطراف ديال السيده اللي قتلوا، ودفنوهم في هاد 3 د الحفرات وسدوهم وخلاو داك العلف وزادوا بحالهم. وهو نيت بدا كيسول عليها، ما عرفت فين غبرات، ما عرفت فين مشات. كيمشي عند اختها، كيمشي عند مولات لا فارماسي، كيقول لخوتها ياك ما مشات للطاليان وما علماتناش، ياك ما هذاك ديال الطالياني دار ليها شي حاجه. واحد النهار واحد السارح عنده الكلب ديالو كيسرح، بدا الكلب ديالو كيحفر. كيقول مال هذا كيحفر، مشى حتى لعندو هو يبان له اليد ديال بنادم. مشى علم الناس، الناس جابوا الجندرم، جاو كيلقاو تما اليد ديال البنت. قالوا مادام كاين هنايا اليد راه كاين حتى الطروفه الاخرين. البوليس ولا الجندرم جابوا الكلاب ديالهم وبداو كيحفروا حتى لقاو كاع الطروفه ديال البنت، داوها مستودع الاموات. نرجعوا لهاد مول البيشان، دار بالباله كيعيط لخوتها مولات لا فارماسي، ياك هذاك اللي في الطاليان دار ليها شي حاجه، ايوا كيفاش. وهو في ديك الوقيته نيت كان مشى جبد 1 مليون عطاها للعطار، قال له هاك هادي وراه ما شفتيني ما شفتك. وبقى كيمشي للبنكه كيجبد شويه بشويه، وصل جبد شي 4 د المليون ونص. مشى عند اختها قال ليها لا، هادشي ما يمكنش نسكتوا عليه، خصنا نديرو ديكلاغاسيون. مشى هو وديك اختها داروا ديكلاغاسيون عند البوليس، ومشات حتى ديك مولات لا فارماسي حتى هي دارت ديكلاغاسيون ديالها. تم البوليس قالوا ليهم راه كاينه واحد البنت في مستودع الاموات، لقاوها الجندارم، شوفوا واش غتكون هي. مشاو ديك البنت قالت لهم هذه راه اختي، راني تعرفت عليها، هذه هي اختي. تما بداو البحث. مول البيشان قال البوليس انا شاك في اختها، راه كان عندهم مشكل على الدار بيناتهم، راه اختها هي اللي قتلاتها. مشاو ديك الدار ديال اختها كيقلبوا، جبدوا الدار كامله وما يلقاو واحد السره فيها شي 1 مليون ونص. كيسولوها البوليس منين جبتي هادشي، هي كتنكر، الراجل ديالها كينكر. جابوهم للكوميساريه وهي تقول لهم انا راه ما قتلتش اختي، بالحق نهار اللي ماتت ماما راني سرقت الذهب ديالها وراني بعته، وهاد 1 مليون ونص ديال هذاك ديال الذهب، بالحق انا راه ما قتلتهاش. مول البيشان قال لها لا وقري راه درتي ليها شي حاجه، انت هي اللي قتلتيها. قال لهم الا ماشي هي راه اختها الاخرى. واحد البوليسي تما قال لهم هذا مالو كل مره راه هادي راه الاخرى، راه خصنا حتى هو نقلبوه. قالوا له البوليس عرفتي راه غنقلبوك حتى انت، غنمشيو معاك للدار. مشات الشرطه العلميه والتقنيه داروا البحث ديالهم تما بالماكينات ديالهم، كيبان لهم الدم ديال بنادم. واخا هو جمع الدنيا ونقاها، هما كيبان لهم وكيبان لهم حتى واحد نزار كيشبه لنفس مقطع لنفس الليزار اللي لقاو فيها الراس ديال البنت. هما يشدوه ولقاو معاه تما 2 خواتاتو اللي بحثوا معاهم البوليس فوقاش جيتو فوقاش راكم هنايا، ولقاوهم لابسين الذهب. عندكم الذهب ياك ما خدامين؟ قالوا لهم لا حنا ما خداماتش. ومنين جا لكم الذهب؟ قالوا لي راه خويا مول البيشان هو اللي عطى لينا هذا الشيء، راه قال لينا راه هاد مولات الدار مسكينه عطاتو ليه. داوه معاهم الكوميساريه وبداو معاه البحث. عاود لينا كي درتي لهاد الجريمه، راه نتايا درتي في البنت، راه لقينا انت اللي درتي هاد الجريمه في البنت. بدا عليهم انا كبرتها بيدي، وانا اللي كنت كندير ليها كل شيء، ويجي واحد من الطاليان يديها ويدي كل شيء، وراني قتلتها وداك النهار قتلتها انا وصاحبي العطار،
واتفقنا وهاشنو درنا وهاشنو درنا. جابو داك صاحبو العطار واعترف بنفس داكشي اللي قال هاد مول البيشا، وقال له راه عطاني 1,000,000 وراه كنجي عنده كنسهر معاه في كل ليله، راه كيعطيني 300 400 درهم وهو اللي كيشري القراعيد الشرا. دوزوهم للمحكمه وتحكموا بالاعدام بجوج بيهم.